دينا خلصت النابت زي ما انتم شايفين، عملته بطريقه جميله جدا اهو، وحمصت جنبيه عيش اهوت للي بيحب بقى العيش. بصوا اهو حمصت عيش دينا كمان اهو، بصوا ريحته جميله جدا. وفي ممكن تعملي له طشه، هي دينا بتحبه بالطشه طبعا، هي هتعمل ليها بالطشه بس دوت كده من غير طشه ومن غير حاجه. طريقه جميله جدا. خد كام يوم مع دينا؟ خد 3 ايام. الفول هي اللي عملته بصراحه، نقول لدينا تسلم ايدك، طريقه جميله جدا وريحته تحفه وطعم خطير بالكمون بالليمون، حطت جزر. هي مصوره بقى الفيديو، يا ريت تخشوا على الفيديو وتشوفوا طريقه الفول النابت دينا عملته ازاي اهو، ان شاء الله يعجبكم اهو. اقول لكم ايه، يا ريت تخشوا بقى وتعلقوا لها ونقول تسلم ايدك يا دينا على الفول النابت اهو. اقول لكم ايه، استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير في يوميات وفاء ودينا. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا منظره اهو. السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. النهارده هنعمل مع بعض فول نابت. هنا عندي الفول ده فول بلدي، مش من الفول الغامقه دي، لا الفول النابت بيتعمل من الفول الفاتح ده اهو. ده لسه اول مرحله، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ده مراحله كتير. زي ما قلت لكم كده المراحل بتاعته كتير، وهنمشي مع بعض واحده واحده عشان يطلع فول نابت. خلاص هنا بتجيبوا الفول وبتنقوه اهو، وهنبدا بقى نعمل ايه، ننقعه. هننقعه ساعه، ننقعه يوم مش ساعه، ننقعه كده في الميه لازم يتنقع يوم كامل. يتغطى كده كله بالميه اهو. ده كده هنسيبه يوم كامل. هغير طبعا عليه الميه عشان ده ريحته بتطلع يعني زي عامل زي اللهم صل على النبي، زي الترمس. بنغير عليه الميه لان ريحته بتعمل، فانا كل ساعتين كل 3 ساعات كل ما تخش المطبخ تغيري عليه الميه في مده اليوم اللي انا هسيبه فيه على المطبخ ده. هنسيبه كده اهو، مش هعمل فيه اي حاجه، اللي انا بس كل ما اخش المطبخ هغير عليه الميه. ونرجع بعد بكره بقى ان شاء الله نشوف هنعمل ايه، المراحل بتاعته التانية نشوف هنعمل فيها ايه. خليكم معايا. كده نقعناه يوم بحاله اهو. بصوا بقى ابتدى يفتح كده اهو، والكميه كترت اهو. نبدا بقى نصفي الميه دي. كنا بنغير عليه الميه زي ما قلت لكم اكنه زي الترمس، بنغير عليه الميه. نطلق بقى الميه بقى. عندي بقى هنا كده اهو عندي حته نضيفه نجيب لها ميه طبق نضيف وحته نضيفه بليناها ميه. نحط بقى فيها ايه، خلاص حطينا الفول كده. نبدأ بقى هنقفل عليه
وبرده كل شويه كل مثلا اما نخش المطبخ هنفضيه ونشطفه عشان ما يعملش ريحه، ونرجعه كده تاني. نغطيه بقى كده والحته بتاعته مبلوله. يقعد قد ايه في الحته بقى دي؟ المفروض يقعد 3 ايام. 3 ايام ولا حسب ما هو لا هو يقعد 3 ايام. احنا هنشوف برضه خطوه بخطوه. ممكن يبقى اقل كمان من ال3 ايام حسب ما الفول ينبت. ايوه صح، حسب ما الفول ينبت. يعني انت كمان شويه هتفتحي عليه ولا اخر يعني كل النهار ساعتين كده؟ اخر النهار هطلعه تشطفيه وترجعيه تاني. واعمل الحركه دي تاني وابل الحته وارجع الفه كده تاني. لما اجي اعمل برضو الحركه دي هيتنيكي كده لحد الفول ما ينبت معاكي. خليكوا بقى معايا. كده فات 4-5 ساعات وانا حطاه ومغطياه خلاص بحته نضيفه. بصوا بقى ابتدى يعمل ازاي اهو، ابتدى كده اهو، باين اهي ندقق كده اهو. خلاص هو كده ابتدى بقى ايه ينبت. انا برضو طلعته اهو، شطفته في ميه كده تحت الحنفيه، وهتلاقوه كمان ابتدى كمان يشقق كده، ابتدى يطلع من القشره بتاعته. خلاص اهو. انا بقى هرجعه تاني. ثانيه واحده كده. هنا بقى عندي الحته برضو غسلتها وسبتها مبلوله شويه، وبرجع تاني انزل الفول فيها كده. نزل الفول زي ما عملت المرحله اللي قبل دي، وارجع اغطيه واخلي الحته برضو انديها كده فوق شويه ميه، وكمان يعدي 5 ساعات كده مثلا 4-5 ساعات هعمل الموضوع ده تاني. خلاص بنعمل كده لحد لما نلاقي الحته الصغيره دي اهي. عايزه بس ابينها دي كده اهو. بنلاقيها بقى ايه كبرت بقى، زرعت كده، يعني عملت بقت بس دي صغيره، لازم بتكبر شويه كده. بنبدا بقى ايه نشوف بقى المرحله اللي بعديها. فانا بقى هعمل كده ايه كمان بقى زي ما بقول لكم كده، كمان 4-5 ساعات هعمل كده تاني، وبرده ايه هوريه لكم. انا بقى بغطي عليه كده اهي، وبميه كده من الحنفيه بنزل كده عليه. خلاص نشوفكم بقى المرحله اللي بعديها. وكده رجعت لكم تاني بعد 3 ايام. ابتدى بقى هو خلاص اهو القشره بصوا تشال، وابتدى خلاص بقى ينبت اهو كده. بقى عايزين كده مرحله بقى ان احنا نسلقه. لو انتوا لاقيينه كتير بعدين لما بيتنبت الكميه بتاعته بتزيد، ممكن تشيلوا منه شويه وتحطوه في الفريزر، ولما تعوزوا تعملوا تطلعوه عادي. خلاص انا عندي كده خلاص هو فتح اهو نبت وبقى 100. عايزين بقى ايه نسلقه. لو عندنا شوربه لحمه هنسلقه فيها، شوربه فراخ هنسلقه فيها. ما عندناش هنحط ميه عادي من الحنفيه، وهنحط بصلايه وقطايه وجزرايه واكنك بتسلقي لحمه، ويتسلق بقى. تعالوا نشوف مع بعض هنسلقه ازاي. حطيت كده في الميه بصلايه وشويه جزر كان عندي في الفريزر متقطعين كده، حطيت منهم كام واحده، وعندي قطايه وحطيت ورق لوري وحطيت فصين حبهان. خلاص وعندي الميه بتغلي، هبدا بقى انزل فيها كده بسم الله الفول. بنزل واحده واحده عشان بصور بايد وبحط بالايد التانيه. ولو مش عايزه تعمليه كله في نفس اليوم وعايزه تخلي مثلا
حبه بعدين ممكن يا اما نشيلهم في الفريزر يا اما نحطهم في التلاجة لو هنستخدمهم يعني كمان 3-4 ايام هنسيبهم في التلاجة عادي مش هيحصل له حاجه. لو هنطول نشيلهم في الفريزر. بس بقى انا هحط بقيه الكميه اللي معايا ولما اجي اضيف له اي حاجه تانية هوريكم معايا. الفول عندي اهو قرب دخل في السلو خلاص. عندي هنا كزبره وكمون وملح وشويه ماجي. خلاص هبدأ بقى كده اهو. عندي عصير ليمونه هحطها وهقلب. بسم الله.